هيك بيكون معنا خلص. وهي طبق المحمرة صار جاهز. شوفوا العجينة كيف هشة وطرية. هلا بدنا نسوي تتبيلة المحمرة. هلا نحن بنكون ضاغطين بندورة ضغط بالقطرميط، وعندنا هون قدر بصلتين مفرومين، و3 معالق سمسم، ملعقتين حبة البركة، وكمان ملعقتين من دبس الفليفلة. خليكم معنا نشوف شلون بدنا نسويها. هلا هون صارت معنا الطنجرة جاهزة. هلا بدنا نحط قدر فنجان زيت زيتون، ملعقة سمنة كمان حيواني، وراح نحط البصلات عليهم. هلا صار لونه اشقر البصلة معنا هون. شوفوا يا جماعة اللون. رح نضيف دبس الفليفلة كمان. رح نضيف له ملعقة صغيرة من السبع بهار. كمان رح نضيف له ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، حتى فلفل أبيض فيكم، بس نحن نحط لها فلفل أسود. يا جماعة هلا إذا البندورة فيها مي، هلا طلعوا هون فيها مي، إذا فيها مي كتير هيك حسيتوها بتضيفوا لها ملعقة رب البندورة. يلا هلا ماما رح تضيفه. يا جماعة هلا بتكونوا عم تقولوا انه ما حطينا ملح. نحن بنكون يوم نسوي القطرميزات البندورة بتكون البندورة عندنا ملحها جاهزة. هلا بنتركهم ليتسبكوا مع بعضهم. يا جماعة طفينا تحتهم. هلا رح نحط رشة اورجانو. هاي المحمرة هون. طيب هلا شوفوا كيف صار معي هون قطع من العجين مفرودة. هلا بدنا نحط المحمرة عليها. نحاول نزلنا شوفوا كيف نحاول نزلنا من المي مشان شوفوا كيف بنفردها. جاهزة هيك. هلا بناخدها على الشوي. الشواية كمان شوي من فوق. المحمرة مو مثل الفطاير، بدها تصير أخف شوي. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تشتركوا بالقناة حبايبي.